بقيت لوحدي. أهلا بإمبراطورية يوسف. إيه الصوت ده؟ يوسف مش وقت لعب بالموبايل دلوقتي، احنا هنتحرك بكرة الصبح. قوم يلا ساعدنا ولم حاجتك. يا بابا أنا مش عايزة أروح بيت تاني، وأنا مش همشي من البيت ده. يوسف مفيش حاجة اسمها كده، كلنا هنمشي مع بعض، وده آخر كلام عندي. اتفضل يلا لم حاجتك. ماشي. احنا اتأخرنا قوي. كل حاجة تمام والشنط جاهزة؟ أيوة كله تمام، والعمال بينقلوها. هو يمكن العربيات ما تكفيش ننقل الحاجة مرة واحدة، فالعمال هيجوا تاني ياخدوا باقي العفش والكراتين. ودلوقتي بسرعة كله على العربيات. أخيراً بقيت لوحدي. أهلاً بإمبراطورية يوسف. إيه الصوت ده؟ إيه الخضة دي؟ اجمد يا يوسف عادي، لوحدك بس مفيش حاجة يعني. إيه اللي أنا شايفه ده؟ هو في ناس في الشقة؟ انتوا مين؟ ردوا عليا، أنا مش خايف. لا أنا خايف، أنا جعان. أيوة أنا عايزة آكل. أنا هعرف أتصرف لوحدي. أيوة كده تشجع يا يوسف، أنت راجل وهتعمل أكل. نشوف بقى في إيه في التلاجة. إيه ده؟ دول أخدوا التلاجة. طب أنا جعان، يعني لوحدي وجعان ومفيش أكل. ده إيه الكومبو العجيب ده؟ هو أنا غلطت إني اخترت إني أكون لوحدي؟ أنا خايف. يا ريت بابا كان هنا. بابا وماما وحشوني، وفريدة وليلى كمان. البيت مش حلو من غيرهم. يا رب، بابا وماما نسيوني، حتى اخواتي سابوني، لكن انت يا رب معايا. انا ماليش غيرك دلوقتي، وعارف انك هنا معايا. انا خايف ولوحدي. أمال فين يوسف يا بنات؟ يوسف يا يوسف يا هادي، ما شفتش يوسف؟ لا ما شفتهوش. هو ما كانش في العربيات؟ لا أنا ما شفتهوش. ولا أنا شفته من ساعة ما كنت في البيت القديم. ابني يوسف، ابني راح فين؟ اهدي بس، اهدي حبيبتي، هنلاقيه. ممكن نكلم الجيران أو أصحابنا وهنلاقيه. ابني ابني. ده أكيد بابا جاي ياخدني. يوسف انت هنا يا ابني؟ ده ابوك وامك قلقانين عليك قوي. طب استنى اما اكلمهم. الو يا استاذ هادي، يوسف هنا في الشقة القديمة. لا ما تجيش، انا هجيبه معايا، ما تقلقش انت عليه. سلام سلام، ما تقلقش، ما تخافش يا يوسف، انا هوصلك لابوك. شكرا يا عمو، شكرا يا رب انك سمعتني ولحقتني بسرعة. ليل ونهار مش هحتار، أنا ماشي وإلهي ما بينساني. كلامي أكيد ومش بهزار، دايما ربي معايا وواقف جنبي. ليل ونهار مش هحتار، أنا ماشي وإلهي ما بينساني. كلامي أكيد ومش بهزار، دايما ربي معايا وواقف جنبي. مش فارق معايا، أنا في سلام جوايا مهما الخوف كان وحش كبير. أنا في مكاني ثابت وبعنايا شايف ربي معايا، أنا مش وحيد. يومي طالع أو نازل مش ده اللي فارق، أنا على وضعي ده ربي كبير. ليل ونهار مش هحتار، أنا ماشي وإلهي ما بينساني. كلامي أكيد
الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، أنا كنت هتجنن عليك. انتوا وحشتوني جدا، والبيت كان وحش قوي من غيركم. احنا مش عارفين ازاي نسيناك. كنت فاكرك ركبت في عربية من العربيات. حقك علينا يا يوسف، احنا كلنا كنا قلقانين عليك قوي. أيوة، أول لما اكتشفنا إنك مش موجود كلنا اتخضينا عليك وقلقنا جامد. انا زعلت انكم نسيتوني وما اخدتوش بالكم ان انا مش موجود، وافتكرت انكم هتتبسطوا بالبيت الجديد عادي من غيري. لا طبعا يا حبيبي، أكيد مش هنتبسط من غيرك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. أكيد كان يوم صعب عليك. قولي بقى، حسيت بإيه وانت لوحدك؟ بصراحة كنت خايف وزعلان انكم نسيتوني، وكنت حاسس اني لوحدي خالص ومش معايا حد. فاهمك يا يوسف، وآسف لو انت زعلت، بس عارف، حتى لو أقرب الناس نسيوك، حتى لو أنا وماما نسيناك، ربنا عمره ما بينساك. هو موجود طول الوقت وشايفك وحاسس بيك. ايوه يا بابا، عارف لما كنت خايف وبعيط دعيت لربنا وهو سمعني وبعت لي النجدة على طول لما بعت العمال ولقوني. الحمد لله يا يوسف، ربنا يستاهل كل الشكر. شكرا يا رب. يلا بقى يا بطل، لازم تاكل، أكيد جعان وما أكلتش حاجة من الصبح، وبعدين تشوف أوضتك الجديدة. ايوه انا جعان قوي وعايز اشوف الأوضة كمان. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا يوسف، نمت كويس؟ ايوه نمت كويس قوي. الأوضة الجديدة تحفة، واسعة كده وجميلة، ونمت فيها على طول. وممكن ابقى اجيب مكتب جديد كده ودلعني. ايه ده، انا شامم ريحة كيكة. أيوة، أنا عملت لك كيكة الشوكولاتة اللي أنت بتحبها. الله يا ماما، وسط الزحمة والنقل عملتي كيكة عشاني؟ ده انتي بتصالحيني بقى. يعني حاجة زي كده. ممكن استغل الفرصة بقى وتجيبولي بلاي ستيشن؟